دوري روشن السعودي أصبح من أبرز الناشطين بالميركاتو الصيفي الحالي لعام 2023، واللي شهد العديد من الصفقات والانتقالات الأجنبية والعربية. اليوم رح نستعرض أهم الانتقالات يلي حصلت بشكل رسمي لغاية الآن بأبرز الأندية السعودية. بداية رح تكون مع نادي اتحاد جدة يلي حصل على خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيما يلي انتقل من ريال مدريد بصفقة حرة، بالإضافة للنجم الفرنسي نغولو كانتي يلي انتقل من تشيلسي كمان بصفقة حرة. البرتغالي جواو فيليبي جوتا يلي انتقل من سلتيك الاسكتلندي بصفقة بلغت 29 مليون يورو. أما نادي الهلال فعزز صفوفه بالبرتغالي روبن نيفيس من وولفرهامبتون بصفقة بلغت 55 مليون يورو، إضافة للسنغالي كوليبالي من تشيلسي يلي كلف 23 مليون يورو. أما نادي النصر فاكتفى بالتعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يلي انتقل من الانتر مقابل 18 مليون يورو. أما فريق الأهلي يلي عائد حديثاً لأضواء الدرجة الأولى فتعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد مندي من تشيلسي مقابل 18 مليون يورو، وتعاقد مع عبد الله عطيف من الهلال السعودي بصفقة انتقال حر، وتعاقد مع فهد الرشيدي من التعاون بانتقال حر، وتعاقد مع سمعان النابت من التعاون كمان بصفقة انتقال حر، بالإضافة للتعزيز الأخير يلي أعلن عنه وهو البرازيلي فيرمينيو من ليفربول بصفقة انتقال حر. وكان للمدربين حصة من هالتعاقدات بعد ما تعاقد نادي الهلال مع المدرب خورخي خوسوس، وتعاقد الاتفاق مع الإنجليزي ستيفان جيرارد ليقود الجهاز الفني للفريق. والملاحظ إنه الشباب والاتفاق ما تعاقدوا حتى الآن مع أي لاعب جديد رسميا. وانتوا ولاد عمي شو رأيكم بالصفقات يلي عم بتقوم فيها الأندية السعودية؟ وهل ممكن نشوف دوري روشن من أقوى الدوريات بالعالم؟ شاركونا رأيكم بالتعليقات، وما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتروحوا على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتتابعونا هناك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.